السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا تصوير النهاردة لتابوت خشبي ممتاز ورائع جدا، مطعم بالفضة والذهب من الخارج، وحاجة كده جميلة. تابوت اللي بيستخدموه الأمراء والملوك، وعليه كمان بعض صور للآلهة ومجموعة حاجات رسومات جميلة. هوريكم البروشور بتاعه اللي بيشرح الكلام ده كله في الآخر، هتلاقينه مصوره. ويا ريت ما تنسانوش بالدعم. اهو البروشور اهوت، واستمتعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا جايب لكم فيديو بنحكي فيه عن بعض المومياوات اللي صورناها ونزلنا منها على القناه عندنا. زي ما انتم شايفين كده، اتفرجوا. دي صوره لمومياء اهيت، ودي مومياء تانية بتقولوا عليها المومياء النائمه او الجمال النائم. برضو عاوزكم تستمتعوا والكلام اللي مكتوب عليها. واحدة من أغرب المومياوات المصرية، وديت موميا تانية برضو اهيت. ركزوا على لفات الموميا الغريبة، لفائف التانية مختلفة جدا. تفتكروا تبع عصر ايه؟ طبعا سمحنا بنشوف حاجات جميلة جدا. بنحاول نجيب الحاجات ديت ونجمعها مع بعضها عشان تكون في فيديو واحد تستمتعوا بيه. ودي موميا تانية برضو اهيت. ما شاء الله على الجمال والروعة، حاجة كده تحفة ما شاء الله. شايفين الرسوم اللي عليها أكنها معمولة دلوقتي، مش فات عليها 2000 سنة ولا 2500 سنة. شايفين حاجة جميلة جدا. ودي مومياء تانية برضو. ركزوا في التفاصيل والطول، مسافة كبيرة، أحجام، حاجة كده جميلة جدا. مومياوات. وشايفين الموميا اللي تحت دي كمان، ودي برضو نفس الموميا اللي بتاعت الجمال النائم. انا كررتها لانها شكلها جميل جدا، جميلة فعلا. استمتعوا. بحاول اجمع لكم حاجات تبقى ايه، وجبة دسمة كده عن الاثار المصرية القديمة. ودي برضو ده حاجة كده من 35,000 سنة، معروضة برضو في المتحف. هيكل عظمي زي ما انتم شايفين، كان بيعيش في مصر، عمره 35,000 سنة. وبرضو عندنا المومياء التانية ديت اللي هي أطول مومياء اكتشفوها اهيت. أقدم مومياء ملكية تم العثور عليها في تاريخ مصر، اللي احنا نزلنا لها فيديو برضو. طويلة، طول ملفت للنظر. مومياء الملك مرنع رع من الأسرة السادسة الدولة المصرية القديمة. نظرة من قريب لرائعة من روائع المتحف المصري بالتحرير. تمثال رائع، شكله حلو قوي قوي قوي، فقلت اصوره لكم تتفرجوا عليه. حاجة جميلة رائعة ما شاء الله. حاجات كده جميلة قوي، معروضة في المتحف المصري في التحرير. بالله عليكم لا تنسونا من الاشتراك والدعم ومشاركة الريلزات برعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أكبر السراير اللي وجدوه في مقبرة يويا وتويا. اتفرجوا واستمتعوا بيه، وحاطط لكم البروشور اللي بيشرح السرير ده بالظبط في آخر الفيديو. استمتعوا. لا تنسونا من الدعم في رعاية الله. لا تنسونا من الدعم. وده قناع من الكرتوناج، حاجة رائعة ومذهلة. قناع جميل، حاجة جميلة جدا 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 جدا. استمتعوا استمتعوا استمتعوا.